السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايه النهارده بقى وجايبه لكم مش روتين قد ما كذا وصفة اكل هنعملها مع بعض. حلو واكل ومحاشي وكشري وشوية حاجات كده كتير هنعملها مع بعض في فيديو واحد. يا رب بس الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم وارضائكم. ما تنسوش اللايك الجميل منكم والتعليق اللي زي القمر زيكم، والاشتراك اللي يخش القناة عشان يوصله مننا كل جديد ويبقى متابع معانا. ويا رب الحاجة تعجبكم. هنا كنت جايبة شوية شعرية فضيتهم في العلبة، ودي المكرونة هعمل بيها كشري. بحب اقطعها الاسباجيتي 3 كده عشان نعرف ناكلها في المعلقة. هبدأ ان انا احطها عشان تتسلق. دي عبارة عن مية وملح بس، بسلق فيها المكرونة. بعد كده بصفيها زي ما انتم شايفين كده، ملح ومية. اول ما تغلي بسقط فيها المكرونة واسيبها حوالي 5 دقايق وابدأ ابص عليها. هنا غيرت الشريحة بتاعت الكبة عشان اعمل زي الشيبسي كده البصل عشان احمره. هنا كنت منضفاه وغسلاه جاهز على التقطيع على طول. لقيتها كبيرة على الكبة فابتديت ان انا اقسمها نصين. بصوا مفيش ثواني 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 وبيبقى جاهز عندي. الكبة دي بصراحة ايدي ورجلي تحفة تحفة تحفة. ان كانت كمضرب بيض تحفة، ان كانت كطحن الاكل وهرسه تحفة، ان كانت بقى بشر او تقطيع شيبسي او شرايح كده. بصراحة جميلة جميلة جميلة. فيا رب بس ربنا ينولكم كلكم تبقى عندكم زيها. والله العظيم حلوة، اي حد يقدر يجيبها يتوكل على الله ويجيبها. توفر عليه مجهود كبير. يعني انا بالنسبة لي الخلاط ما بقتش استخدمه خالص من ساعة ما جبتها. هنا انا حطيت البصل في زيت سخن وحطيت عليه الملح ونطرة فلفل اسمر بس الطعامه. انا من ساعة ما جبتها ما خلطتش قوطة في خلاط خالص. بقيت اعمل القوطة زي ما هتشوفوها كده في الحلقة و... واقوم طحناها بالهاند بلندر وخلاص على كده. فعندي الكبة بتاعت الخلاط والخلاط بقى يعتبر يعني زي قلتهم عندي كده. بفضل احمر في البصلة بتاعت الكشري. اول حاجة بعملها طبعا، انا هنا كنت صفيت المكرونة وخلصتها كده كده. المكرونة ليها تكتها في الاخر هنعملها مع بعض. انما قبل كده اهو زي ما انتم شايفين هاخد حبة زيت من اللي انا حمرت فيه البصل ده، ببدأ احمر فيه الرز كله. يطلع بقى الكشري عبارة عن مفلفل مش معجن، كل حباية بحبايتها، كل واحدة بوحدتها. ما تلاقيش بقى شوية رز كده مجمعين مع بعض وشوية كده مجمعين مع بعض وبيبقى بصراحة مش حلو. انما كده بيبقى مفرفت ومفرفت قوي يعني، حباية كده نطرة. ببدأ ان انا افضل اقلب فيه اقلب فيه اقلب فيه لحد ما يبقى واخد كله لون واحد. اللون الواحد ده تقريبا الذهبي. كل الرز هيبقى لونه ذهبي او اغمق من الذهبي حاجة بسيطة. وبعد ما نقوم عاملينه كده ويفضل يتحمر، ببدأ ان انا اشتغل في بقية الخلطة. يعني ببدأ اهو شفتوا بقى حباية وحباية اهو بركنه واحمر الشعرية. اخلص بقى من الشعرية ببدأ في حاجة تانية. هنا كنت بعمل لي بقى كوباية نسكافيه. كنت جبت الاولاد من المدرسة وحسيت ان دماغي خلاص بتشت مني حرفيا. قلت بقى ما بديهاش اقف اعمل لي كوباية النسكافة الجميلة جنبي وانا بعمل الاكل، بحيث ايه اشربها. اهو بصوا، ما تقلقوش اللبن مش هيفور. تحت السيطرة. هنا انا ما بسلقش العدس خالص. انا حطيت الشعرية والرز حباية وحباية وحطيت العدس ده انا كنت نقعاه في مية سخنة من الكتل وبحطه بغسله كويس. بعد كده بنقعه في ميه سخنه من الكتل وبفضل حطاه في الميه السخنه دي لغايه اما اخلص الخلطه. وبطش بقى ايه الميه بالعدس بتاعه يعني بميته. قوم حاطه يا دوبك ملح وكمون وفلفل اسمر وخلاص. هنا الدقه تومه وملح وفلفل وكمون
وخل، ورحت حطيت هريسة، بس دي هريسة باردة تطعم بس كده معانا ومش اكتر من كده. في ليمون بحط ليمون، بس للأمانة انا ما كانش عندي ليمون. هنا بقى قلت اعمل الصلصة. انا نقلت الخل على العين التانية الدقة عشان خاطر يغلي. هنا قلت احمر التومة، وبعد كده هنزل بالصلصة. شوية خل وصلصة، اللي هي صلصة اللي هي القوطة، مش صلصة معلبة. ايوه زي ما انت ما شفتوا كده. بس وببدأ بقى ان انا اعملها. بس اسيبها بقى، بحط اهو شوية ملح، وهحط شوية كمون، ونطرة فلفل اسمر صغيرة خالص تطعم بس معايا برضو. اهو بصوا، حبة ما يتشافوش، بس بيدوا نكهة. الشطة اللي بتقلب البيت حرفيا. بحطها واقوم طشة من الصلصة وتغلي كده، واقوم ركنها على جنب. وطبعا بهاراتها من الصلصة. هنا بقى بقية الزيت اللي فضل من تحمير البصل بنزل فيه المكرونة واقلبها تقلبتين، ويبقى خلاص بقت جاهزة عندي كده. ده يوم قلت اعمل فيه فطار. عملت توستاية جبنة وتوستاية مربى، وقطعت خيارايه. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. قولولي بتفطروا ادوني افكار. ده كان يوم تاني بصراحة. كنت فطاري عبارة عن كوباية نسكافيه مع بسكوتين. الفطار الاولاني ده مع الكشري. هنا الصلصة اهي، بصوا زي ما بقول لكم بغسلها، وبشيل بس الحتة اللي فوق ديت واقوم مقطعاها. طبعا احنا عارفين كلنا بنعملها ازاي، بس ديت عشان خاطر البنات الصغيرين. هتقولوا لي شكل المطبخ مختلف، ده فيديو كان في شقتي القديمة بصراحة، لان انا كان عندي قناة، فقلت انزل لكم منها وصفات الاكل، شوية من وصفات الاكل اللي فيه. بس بصوا بقى، بقوم طحناها بالهاند بلندر كده زي ما انتم شايفين، وابدأ ان انا اعبي وكيس. خلاص بتبقى عندي تحفة. وبصراحة الهاند بلندر بيطحنها، بيخليها ما فيهاش قشرة وما فيهاش اي حاجة. عايزة بقى تصفيها زيادة تأكيد بتصفيها، ما كانش وهتستخدميها على كده براحتك. اهو بتخلي الاكل تحفة. دي طريقة تخزين الطماطم. بصوا بقى المشروب ده، يعني حاجة كده فظيعة. ده عبارة عن، وما تقولوش عكاكة، ده عبارة عن ينسون بلبن. بصوا والله العظيم الوصفة دي بتهدي الأعصاب بشكل يا جماعة. والله العظيم جربوها وهتشكروني وتدعولي عليها. والله العظيم بتهدي الأعصاب جدا، وطعمها حلو على فكرة، طعمها مش وحش. والله العظيم جربوها واشربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. ماشي. هنا اهو هنعمل مع بعض. دي اللحمة، حطيت حتة سمنة ونزلت باللحمة. هتبدأ تاخد الصدمة بتاعتها. العين التانية هسلق لوبيا، كل العيون تشتغل. وشوية مية، كمون، ده اللي انا بعمله. دي نطرة سكر مش ملح، انا بحط الملح في الاخر، بس السكر بيسكرها. البصلة ما بفتحهاش للاخر عشان ما تتهريش في قلب الشوربة. بحب اجي في الاخر اقوم سحبها هي كده البصلاية على بعضها. هي انا كلها يا بصراحة يا تتاكل يا تترمي، يعني هي والظروف. حطيت كمون، حطيت ورق لورا، حطيت حبهان، حطيت كزبرة. طبعا كلنا بنعمل كده انا عارفة. والبصلة، ودي سكر برضو، معلقة سكر اهو. والمية مغلية عندي، وبقوم نازلة على الشوربة. هزود تاني لغاية اما اغطي اللحمة اهو. هنبدأ بقى نلم الريم من فوق اللحمة من على الشوربة كده اهو. ودي اللوبيا كمان اتعملت خلاص، صفيناها. ذكريات والله. بصوا انا ما شفتش الفيديو، انا بشوفه معاكم عارفه. انا بتفاجأ باللقطة وانا بتكلم معاكم على فكرة.
بس الكشري دوت لا، كان اليومين اللي فاتوا كنت عاملاه في شقتي دي. هنا اهو حطيت حبة سمنة وحطيت البصلة زي ما انتم شايفين كده. دي التخديعة بتاعت اللوبيا اهو. وهعمل الرز ده، الرز الشعرية حمرتها، كلنا بنعرف نعمل الشعرية الجميلة، الرز بشعرية يعني. اه بصوا والله العظيم، يعني الواحد قاعد بيتفرج معاكم وبيفتكر القناة التانية دي كانت قناة حلوة والله، بس للأسف معرفش ليه ما كانش عليها إقبال، مش عارفة. ممكن انتوا تكونوا شايفين حاجة انا مش شايفاها. لو شايفين حاجة قولولي، يعني قولولي مثلا لا في اخطاء في حاجة، الجديد احسن في ايه، او القديم احسن في ايه. ادوني رأيكم. هنا التخديعة اللي انا عملتها، ونزلت باللوبيا ونزلت بحبة شوربة. والله شكلها يفتح النفس، والله مش عشان بتاعك. اهو رحت غرفت. اوكي، ده بقى على فكرة كان في نفس اليوم وانا لسه بعمل في الاكل بتاعي، قمت عرفت ان صاحبتي جاية من الامارات، وقمت اجهز لها الاكل. والله العظيم قلت اعمل لها اكل عشان جايه هي وبناتها، وهي مامتها متوفيه وباباها متوفي وملهاش علاقه بمرات اخوها وكده، فاللي هي لوحدها. فقلت ايه، لا انا هقوم اجهز الاكل. فعملت لها دي اللحمه. اول ما عرفت والله قمت جبت ورحت ابتديت اعمل. خدت اللحمه تشويحه كده ورحت نزلت بيها في الشوربه اللي انا كنت عاملاها، علشان ايه تكمل سواها. وقلت اعمل لي كوبايه نسكافيه تاني. يا جماعه بصوا انا عندي النسكافيه ده ادمان، حاجه كده فظيعه. قلت اعمل لها ايه، شويه محشي زي ما انتم شايفين كده. ابتديت بقى ان انا بطر البتنجان الاول، بحب افرش المفرش ده، وساعات اصلا ما بعملش على طبق، بقوم مقوره على المفرش على طول اصلا، وفي الاخر اقوم لما المفرش تك 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 وخلاص الرخامه نطفت. والله العظيم ساعات بفرده وافضل اعمل كل عكة عليها، وفي الاخر اقوم لما ومقفله ورميه في الباسكت وخلاص على كده. دي الصلصه اهي، كانت عندي بصراحه بحب اعملها مسبكه ونيف نيف نفس الوقت. دي عباره عن بصله متحمره وطشتها بالصلصه، وسبتها لحد ما اتسبكت وتقلت كده معانا زي ما انتم شايفين. وبعد ما بتتسبك خالص كده ببدأ ان انا اجيب بصل تاني واقوم مقطعه وحط عليه ملح وفلفل اسمر و... واقوم حاطه معاه فلفله خضراء. بصوا هطحنه الاول عشان خاطر يعني هقطعه، هخلي البصل يتقطع الاول. بعد كده هبدأ انزل عليه بفلفل اخضر برضه عشان يطعمه اهو. بصوا يا اختي على الشطاره والحلاوه والجمال، يا جماعه والنبي قولوا لي اي كلمتين حلوين. اه زي ما انتم شايفين كده. وبحط بقى الخضره بتاعتي دي، خضره كانت متجمده عندي في الفريزر برضو حطيتها معاها عشان ايه تفك بسرعه، واول ما احط اعرف اشتغل على طول. الخضره اهي ببقى حطها عندي في الفريزر. خضره الشتاء كتيره وحلوه وطريه، مش ناشفه زي خضره الصيف عصيانها، وبتبقى كميتها كبيرة. الشتاء استغلوه انكم تخزنوا خضرة محشي، والله العظيم وبتبقى تحفة، وبطلعها واحطها والله العظيم بتبقى جميلة اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وابدأ اقلب واحط رز الجميل وابدأ ادوق كده واشوف. بصوا انا المحشي بتاعي بحب يظهر انه خضرتي، بصلي، ملحي، فلفل اسمر، لا 7 بهارات، ما بحطش عليه اي حاجة تانية، ولا كمون ولا 7 بهارات ولا كزبرة ولا اي بهارات تانية. هو الخضرة والبصل الني والبصل في التسبيكة وقرن الفلفل والرز وملح وفلفل اسمر، وخلص الحوار على خلص بجد خلاص. لو حبيت احط ممكن 7 بهارات شوية صغيرين وخلص الحوار على كده. اها مش بقول لكم بس كده. واقوم مقلبه وايه شويه مش كتير، عشان انا بحب طعم المحشي يبقى طعمه محشي.
البتنجان قلبته في الزيت بيديله طعم حلو قوي. اوقات بعمله كده واوقات بقوم لو يعني مش فاضية بقوم حشي على طول، في الحالتين بيبقى جميل بصراحة. اهو هقوم بقى حاشية كله، واقوم بقى هبدأ اسقيه زي ما انتم شايفين معايا كده. الحشو ما بيبقاش للاخر، بنسيب عقلة من صباعنا ما فيهاش رز او اكتر سنة، علشان لسه الرز هينفش وهيعلى ما يطلعش بره الحلة. وقلت اعمل لهم شوية لسان عصفور كمان جنب الاكل، ربنا يفتح نفسهم. اهو وهسقيها برضو بالشوربة. اي سماح دي كانت اعز صديقة ليا هناك، والله العظيم. معرفش الزمن بيمر وبيعدي والنفوس بتتغير، معرفش والله النفوس بتتغير ولا هو في ايه. بس عارفين انتوا يعني ايه الواحد بيقدم، يعني انا مثلا موقف زي ده اهو، هي كانت جاية وانا عملت وظبطت الدنيا ومش عارفة ايه، وجت في مرة كنت وانا في المنصورة اول ما ابو الولاد سافر، وجت وقالت لي انا جاية زيارة عندكم عشان خاطر نخرج وكده. فقلت لها طب تعالي، وساعتها انا كنت عند ماما لان ما كانش ليا شقة هنا، وجت وباتت عند ماما، ورحت اشتريت اكل جاهز وظبطت الدنيا وكله. ولما جيت انا احتجت ليها ايام امتحانات الولاد على ما الاقي شقة، لقيت مقابلتها كانت سيئة جدا، والاسلوب والطريقة ما كانوش حلوين. ويعني احنا لما راحت جت عند ماما، احنا سيبنا لها الاوض تنام فيها هي وولادها، واحنا رحنا اوضه نمنا فيها وبقينا فرشيت انا وولادي على الارض، وماما وبابا على السرير، وهم في اوضه هي وولادها، واخويا في اوضه. رحنا لها احنا نيمتنا في الارض انا والولاد، وحاجه ما كانتش الطف حاجه بصراحه. فما تفهموش النفوس فيها ايه او الدنيا فيها ايه. يعني هو الواحد اللي بيعمل زيادة عن اللزوم بيقدم الخير زيادة قوي لدرجة الهبل، ولا هو طبيعي اللي هي عملته، ولا هو في ايه؟ والله العظيم ما عارفة. بس الواحد يعني لما بيفتكر الكلام ده بيزعل، لان احنا كنا عشرة 12 سنة تقريبا، وعندها وعندي، وطالعين نازلين وناكل ونشرب مع بعض وقاعدين مع بعض. فما تفهموش. وما كانتش اول مرة تيجي من السفر واعمل معاها كده، دي كانت تاني او تالت مرة تقريبا. فالواحد يعني ايه بقى كان رايح لها بعشم. بس المهم، دي الشوربة اهي اهو. وقلت كمان اعمل لهم شوية ملوخية خضرة. بصوا ملوخية خضرة مكعب الماجي، ما اعرفش بقى هتقولوا لي مضرة، هتقولوا لي مش صحي، هتقولوا لي. بصوا ملوخية خضرة لازم لازم، ومحشي لازم، لو ما كانش فيه بط يبقى لازم احط على الشوربة مكعب ماجي. لو ما كانتش بالذات كمان بقى شوربة فراخ، فدي كانت شوربة لحمة بصراحة، فلا كان لازم معايا مكعب الماجي. وبس كده بحاول ايه انزل كده في كل بتنجانية شوية شوربة كده من اللي بدلدقها، وهبدأ ان انا اسويه. بتقيدوا عليه يغلي، اول ما يغلي بتهدي عليه النار وتسيبيه لغاية ما يستوي. الملوخية الخضراء وجمالها. الملوخية الخضراء انا بخزنها، انا هنزل لكم فيديو بطريقة تخزينها. بقوم عيناها كده في الفريزر كيس، بطلع ادقها زي ما انتوا ما شفتوا كده، انزلها في الكبة تتخبط خبطتين، بقت عندك خلاص متخرطة تحفة، وتقدري ان انت ايه تستخدميها، وما بتاخدش منك حاجة. بصوا خلاص بقت ملوخية خضرة جميلة. حطيت فص توم، دي بقية الشوربة اللي فضلت من تسقية المحشي، فاحنا حاطين فيها ماجي حبة توم، وبقوم منزلة فيها الملوخية زي ما انتم ما شايفين كده، واقلب. بصوا تحفة والله، نفسي راحت لأعمل ملوخية. نعمل ملوخية خضرة جميلة. بوريكم لونها ان هي بصوا فاتحة، والله فاتحة، مش غامقة بقى عشان كانت في الفريزر ومش لا. بتقلبوا فيها كده لغاية اول ما تظهر انها بتغلي من الجناب، بتقوموا سايبينها.
اطقم المعالق دي سيئة جدا. النص المنقوش ده بيفك من النص التاني وبتبقى نص معلقة، نص ايد. ما جيبوا سيليكون، جيبوا المدموج في بعضه اللي هو معلقة واحدة، مش نص ونص، ولا مثلا معلقة واحدة بس من النص الأولاني ملزوق فيها، تجيبوها المدموجة حتة واحدة في بعضها كده، دي اللي حلوة. أول ما ابتدت اهي البلالين تظهر من الجنب هنعمل لها طشة بقى الملوخية الجميلة. بس قبل ما نعمل طشة الملوخية الجميلة هنعمل ايه؟ هنحمر اللحم. بحمر اللحمة او بحمر الفراخ وانا عاملة الملوخية. ليه؟ علشان الدهن اللي هينزل في يعني من اللحمة او من الفراخ في تحمير السمنة، بحمر فيها التومة بقى واحط الكزبرة واقوم طشه بيها، يا نهار ابيض بتبقى فظيعة 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 فظيعة. انا معرفش الفيديوهات دي هتعجبكم ولا لا، مش هقولوا لي رأيكم انتوا بقى، دي احلى ولا الروتين احلى ولا ايه الدنيا، ولا ده وده؟ يعني قولوا لي وانهي الاحلى وانهي الشيق وانهي الافضل. اه هنحمر اللحمه اهو. وبعد بقى تحميرها زي ما بقول لكم بقى ايه، هنبدا نعمل طشه الملوخيه. والله العظيم السمنه دي بعد تحمير اللحمه من اللحمه او من الفراخ اللي بتطشي فيها التومه وتطشي بيها الملوخيه، تشمي ريحه الملوخيه يا نهار ابيض، بتبقى فظيعة 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 اهو. بصوا خلاص خدتها كده. بقيت التوم اهو حطيته، وهحط بقى شوية الكزبرة الجميلة، أنا بحب الكزبرة كتير، تدي ريحة بقى كده الله، حاجة كده جميلة. اه والله اهو. ولما بتتحمر بطش بقى الملوخية عادي جدا. بس عارفين الحاجة اللي بتتعمل بحب والله بتطلع جميلة. فانا كنت فعلا بعمل لها رغم اني واقفه عامله اكل بيتي وواقفه تعبانه، بس والله كنت واقفه بعمل لها الاكل بحب، بحب جامد جدا. اني اه انا بعمل لحد بحبه الاكله دي، فيا رب تطلع حلوه. اه بصوا هنا حطيت لها لسان العصفور، حطيت لها الملوخيه في علبه، وادي اللحمه برضه هحطها في علبه، وابتديت ان انا ارص لها ايه المحشي في العلبه اهو. انا لسه كنت هقول لكم وانا هحط اللحمه فين لما انا ما حطيتهاش في علبه. والله العظيم. انا بوريكم الحاجه اهي خدتها، كنت رايحه اودي بوسي الدرس ساعتها ونزلت، قلت اروح اوصل بوسي الدرس واوصل لها الاكل، بعد كده ارجع اخد بسمله. انا بقى رجعت عملت لي شويه بتنجان جنب اللوبيا واللحمه والرز عشان ايه ناكلهم اهو. طريقة البتنجان المخلل يا نهار ابيض، انا بعشق حاجة اسمها بتنجان مخلل والله العظيم. بصوا قرن الفلفل ده الحامي مع بارد مع طماطميتين مع التوم مع ليمون مع خل مع ملح وشوية كمون صغيرين وشوية فلفل اسمر صغيرين، واضربي بقى الضربة دي وقومي حاشيه بيها قلب البتنجان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ولو بقى عايزه الشطشطه اكتر زودي شويه شطه، يا جمالها يا جمالها يا جمالها والله. والله بجد احلى شويه بتنجان مخلل ممكن تاكلوه بالدقه دي، ويفتح النفس والله يفتح النفس. هبصوا لا تصدقوا ده كنت عاملاه جنب كشري بطاطس. لو عايزين طريقة عمل كشري البطاطس قولولي وانا اعملها لكم وانزلها لكم في فيديو. هنا عملت الخيار مبشور والجزر مبشور في الكبة، ورحت قطعت الطماطم عليه، عصرت الليمون وحطيت شوية ملح وحبة فلفل اسمر وحبة كمون، ورحت قلبت. وساعات بحط خل وساعات لا بصراحة، يعني على حسب الدماغ ما عايزة ايه، واوقات بحط شطة واوقات لا.
هو حسب مين هياكل يعني، فاهمين؟ في ناس بتحب تاكل حاجات كده وفي ناس لا. هنا بقى قلت بقى ايه، قومي يا بت تعملي شويه بسبوسه. فقمت اعمل لكم بسبوسه. هنا اهو كوبايتين سميد، انا بجيب سميد، ما بجيبش اللي هي الاكياس بتاعت البسبوسه لا. وهنا الشربات كوبايتين سكر ومعاهم كوبايتين ميه. هنسيبها، بصوا بالظبط اول ما تغلي بتسيبيها بعديها ايه 3 دقايق. 3 دقايق وقفلي عليها. اهو هنحط ال دوت سمنة بلدي مسيحاها عشان تتغلغل فيها، وكوباية سكر على كوبايتين السميد، كوباية سكر ومعلقتين عسل نحل. ماشي. بصوا انا مفروض وكوبايه زبادي، مفروض بتحط كوبايه سمنه، انا حطيت نص كوبايه السمنه في على السميد. وبتقلبي، ما بتقلبيش كتير عشان التقليب الكتير غلط. ماشي. والنص التاني بدهن في الارضيه، وبقوم فرده البسبوسه. وبعد ما بفرد البسبوسه بقى اقول لكم بعمل ايه في بقيه السمنه اللي فاضله. بصوا بنزل بيها على الوش كده وبطبط بيها، بتبقى تحفة. تبطبطي كده بيها وتساوي كده الوش بتاع البسبوسة كويس بيها. ماشي. وحطينا ليمونة على فكرة في الشربات. بصوا بقى البسبوسة، بسبوسة سخنة شربات سخن، الاتنين تطلع معاكو عجمية، حاجة كده تحفة، لا بعدها ولا قبلها. وكده هيكون الفيديو معنا خلص. بنصفي الشربات الزيادة وبتبداوا تاكلوها بألف هنا وشفا على قلبكم. ممكن تكون اتحمرت معايا زياده، ممكن انتوا تخففوا التحمير عن كده شويه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.